هذا الفيديو ليس من ساحة قتال أو من معركة شوارع، إنه تشييع لأحد مقاتلي حزب الله سقط في الميدان السوري. وإلى جانب هذا الفيديو حصلنا على صور حصرية من مصدر إخباري لبناني تظهر استعراضا مسلحا ميليشياويا عند طريق مطار بيروت الدولي القريب من الضاحية الجنوبية عقر دار حزب الله. وكما نشاهد في الصور دراجات نارية يقودها مسلحون يحملون أعلام حزب الله ويجوبون طرقات العاصمة اللبنانية وسط خطة أمنية يتم الحديث عنها لا تفوت مناسبة إلا وينقضها تطور لمناصري ميليشيات حزب الله كما شاهدنا في الصور وفي الفيديو، عينتان عما يحدث بشكل شبه يومي في بيروت. ويرى مراقبون أن الدولة في لبنان ثابتة في الغياب حتى إشعار آخر. إن أهلنا في بعلبك الهرمل الشرفاء، إن عشائرهم وعائلاتهم وقواهم السياسية. في وقت لم تنتسى بعد دعوة نصر الله أبناء عشائر البقاع لحمل السلاح بذريعة التصدي للإرهاب، كما قضية لواء القلعة المزمع تشكيله. هذا اللواء الذي يضم عددا كبيرا من الخارجين على القانون في لبنان والمطلوبين بعشرات مذكرات التوقيف، على رأسهم نوح زعيتر الذي شاهدناه في هذه المداخلة قبل أيام. بس ناطرين إشارة رمشة عين من السيد حسن نصر الله لنفرج التكفيريين من نحن. حال هذا الرجل كحال كثيرين ممن تمت دعوتهم لحمل السلاح بذريعة مكافحة الإرهاب،